السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو اليوم ان شاء الله غادي يكون على الاخطاء اللي درتهم في الايام الاولى ديالي فاش بديت الدراسه في معهد اي اف بي اس. دونك بغيت نتقاسم معكم التجربه ديالي، نعطيكم نصائح باش تفادوها، وفي نفس الوقت غادي نعطيكم نصائح باش ديروا بيهم ان شاء الله نهار غادي تبداو الدراسه ديالكم، باش تكون التجربه ديالكم في المعهد احسن من التجربه ديالي انا. الوغ اول حاجه اولا اول خطأ درته في الايام الاولى ديالي فاش تقبلت في المعهد هي ما كنتش محضره نفسي نفسيا للقرايه. فانا تقريبا كنت انقطعت على الدراسه اكثر من 5 سنين مور ما خديت الاجازه ديالي. دونك الحياه داتني ما بين الخدمه ما بين لي ستاج. دونك كنت صافي حبست من القرايه، كنحس بانه عقلي ما متقبلش انه يدخل معلومات او لا يكون عندي واحد الرصيد جديد في واحد الدومين اللي غادي نقراه، يعني دومين اللي بعيد كل البعد على الدومين اللي انا قريت في الاول. دونك انا عندي اجازه في القانون الخاص. فمنين بديت القرايه ديالي ما كنتش متخيله انه غادي يكونوا واحد الكميه ديال الدروس كتارين، كميه ديال لي موديول كتارين، راه اكثر من 23 موديول. ما كنتش متخيله انه داك المصطلحات الطبيه معقدين، داك المجال فيه بزاف ديال الحوايج اللي غادي تعرفوهم، بزاف ديال الحوايج اللي كيضغطوا. دونك ما كنتش موجده نفسي، زائد انه ما كانش شي حد اللي غيتقاسم معايا التجربه ديالو في المعهد ويعطيني افكار. ومن هاد النقطة هادي كنت كنقول اون فوا غادي نتخرج من المعهد غادي ناخد كاع لي زانفورماسيون ديالي بالتجربة ديال الناس اللي قراو معايا، وغادي نحاول نتقاسمها مع الناس اللي مستقبلا ان شاء الله غادي يكونوا تلاميذ اولا متدربين في معهد اي اف بي اس. دونك النصيحة ديالي هنايا في هاد النقطة هو انكم ديجا انا درت فيديو هضرت فيه على لي موديول المشتركة ما بين جميع التخصصات. دونك هو هذا الفيديو غنخليه لكم في صندوق الوصف. دونك نصيحتي لكم هو انكم تكونوا مستعدين نفسيا على انكم غادي يكون عندكم واحد الضغط في التوقيت، غادي يكون عندكم واحد استعمال الزمن اللي مزير، غادي يكون عندكم كمية ديال الدروس اللي كتارين، كمية ديال لي موديول كتارين. دونك نتوما خاصكم تكونوا ديجا باغيين هاد الدومين قادرين تصبروا فيه. الخطأ الثاني اللي كنت كندير فاش بدينا القرايه هو ما كنتش كنكتب الملاحظات لي نوت، ما كنتش كنكتبهم. دونك مثلا كندخل للقسم، دونك كنتبع مع الاستاذ كنسمع كل شيء. كنحاول نكابطي النقط الاساسيه اللي عندهم يعني علاقه بداكشي اللي كنقرا، ولكن ما كنتش كنكتب لي نوت. وهذا من الاخطاء اللي كبيرين. علاش؟ حيتاش دي فوا كتكون المعلومه ما عندها حتى شي علاقه بالدرس. فكيخصكم ضروري تنوطيوها حيتاش ممكن تحتاجوها مستقبلا، خصوصا في لي ديالكم. ثالث حاجة هو أنني كيف قلت لكم انقطاعي من المدرسة، دخلت في لي ستاج، دخلت في الخدمة. دونك كانت عندي واحد الخدمة اللي روتينيه، داكشي اللي كنديرو اليوم كنديرو غدا، كنديرو اليوم كنديرو غدا. دونك وكأنني فقدت داك الثقة في النفس ديالي، الحب ديال المعرفة، انني نسول انني نكتشف. دونك كنت كنحشم نطرح الاسئله، سورتو الجروب اللي كنقرا معانا كانوا تبارك الله فيه بنات اللي ديجا قاريين دي زانفيرمي بريفي، كاينين دي زوكسيليير، كاينين ناس اللي قراو في لي سبيت وما نجحوش، يعني ما قدروش يمشيو مع السيستم ديال لي سبيد، فرجعوا للاي اف بي اس وقراو معانا. دونك ما كنت كنقول علاش انا نطرح هذا السؤال هذا؟ راه سؤال عبيط، راه غادي يضحكوا عليا، راه. ولكن بعض الاحيان كنلقى انه بصح هذاك السؤال اللي كنت غادي نطرح راه مهم، يعني شي حاجه اللي خاصنا نعرفوها. دونك كون طرحت السؤال ديالي في داك الوقت كنت بطبيعة الحال غادي ناخد المعلومة اللي غادي تعاوني انا وغادي تعاون لي كوليك ديالي في القسم. دونك نصيحتي هنايا ما تحشموش من انكم تطرحوا شي سؤال. دائما اي سؤال يجيكم في راسكم واخا يكون سؤال عبيط خاص بالدرس، دونك سولو. سولوا البروف ديالكم،
سواء قدام القسم أولا حتى تسالي الحصة وسيروا عندو سولوه. دونك ما تحشموش بأنكم تطلبوا العلم أولا تطلبوا المعلومة. رابع حاجة ما كنتش كنحفظ المصطلحات الطبية بالفرنسا والعربية وكنبقى نستخدمهم في الحياة اليومية ديالي أولا في الدومين اللي كنت أنا كنقراه. دونك أهم حاجة في المجال الصحي هما هادوك المصطلحات. دونك ما كتبقاش تهضر بالعربية، ما تبقاش تهضر بالدارجة، الافكار ديالك ما خاصهمش يبقاو يجيو فيهم دوك الاسماء بالعربية. دونك دائما المصطلحات الطبية، المصطلحات ديال اللي عندها علاقة بمجال الصحة دائما خذوهم باللغة الفرنسية. سورتو راه الخدمة كتكون يعني المصطلحات اللي كتستخدم في لو تيران راه بالفرنسي، كتقراو كاع لي موديول بالفرنسي. دونك حاولوا انكم تاخدوا المصطلحات وتحفظوهم على اتساع. دونك مازال غادي ندير معكم ان شاء الله فيديوهات اللي غادي نعطيكم فيهم الاسماء ديال لي زيكيبمون ميديكو اللي غادي تحتاجوا تكونوا عارفينهم. غادي نشارك معكم بعض المصطلحات اللي مهمين اللي خاصكم تكونوا عارفينهم كاشخاص اللي غادي يدخلوا يقراو في الدومين ديال الصحة. دونك وحده من الاخطاء اللي كنت كندير في الايام الاولى ديالي في اي اف بي اس هي ما كنتش كنظم الوقت ديالي. سيتادير كنت مثلا كندير الدرس هاد الصباح كندخل كنحضر الكور، كنسمع داكشي اللي تقال، كنعقل الحمد لله. كنت كنعقل على شي حويجات ولكن يعني راه ما يمكنش تعقل على لي موديول كاملين اشنو تقال فيهم. دونك ملي كنت كنجي للدار يلاه كنوصل تقريبا عندي واحد ساعة ديال الطريق مع الترام والمشية والمسافة اللي كاينة ما بين لانستيتو والترام. دونك يلاه كنوصل للدار كناكل كنرتاح كنبقى من هنا من هنا التليفون ما كنكونش مثلا شاده نهار كامل، ما دخلتش لي ريزو سوسيو ما شفتش. دونك كناخد الوقت ديالي في داكشي اللي عشوائي. فما كنتش كنركز على انني نراجع الدروس ديالي في الدار، انني نبحث مثلا على الكور اللي درت داك النهار نعرف اكثر اولا على الكور اللي عندي لا غد ليه. فبقيت كنخلي الدروس كيتراكموا عليا نهار اللي مثلا قرب اول امتحان كنا دوزناه هو ديال الاناتومي. انا في داك الوقت الاناتومي كنت ما ماشي انتريسي بها بزاف. سورتو بدات معنا البروف شي حوايج اللي بازيك بحال مثلا لا سيلول، لو تيسو، لا بو. دونك هادو كنا عارفين ديجا، كانوا عندي دي زانفورماسيون على كل حاجه، كنت شاده شويه من هنا شويه من هنا. دونك ما كنتش كنراجع. فاش قرب الامتحان لقيت راسي انا قدام ثلاثة ديال الدروس، كل درس تقريبا فيه اكثر من 10 ديال لي ديابوزيتيف. دونك كيفاش غادي ندير انني نحفظ داكشي كامل، نعرف الاساسيات وكل شيء ونفهم اون ميم طون، وندوز الامتحان ديالي في ظرف مثلا قل من سيمانه. وعاد راه قل من سيمانه راه عندك دي كور اخرين كتحضر فيهم وعندك بزاف ديال الحوايج، يعني ماشي جالس في الدار وكتبريباري، يعني تيكون عندك الوقت ديالك كامل. فنصيحتي في هذه النقطة هذه حاولوا تنظموا وقتكم من أول حصة غادي تدخلوا للمعهد اي اف بي اس. أي حاجة سمعتوها قلبوا عليها، أي مصطلح سمعتوه ديما يكون عندكم واحد المذكرة صغيرة تكتبوا فيها المصطلحات اللي ما فهمتوش. قدرتوا تسولوا عليها داك الساعة سولوا، ما قدرتوش كتبوها في داك المذكرة ديالكم ملي تمشيو للدار بحثوا عليها. كونوا متأكدين انه اي مصطلح غيتقال لكم في اي كور في المعهد غادي تحتاجوه مستقبلا. فحاولوا تنظموا الوقت ديالكم، حاولوا تراجعوا قبل ومن بعد كل حصة أو كل كور خديتوه. إلا كان عندكم شي حاجة هكا مشوشين فيها ما بيناش لكم كتر، سواء غادي تعتمدوا على البروف يعني الحصة اللي من بعد قبل ما يبدا معكم داك الحصة انكم تسولوه اولا في الاخر الحصة تسولوه، اولا تعتمدوا على راسكم وتمشيو تبحثوا وتعرفوا المعلومة. سيرتو دابا راه ولا كلشي ساهل، نقدروا ندخلوا بزاف ديال يعني المواقع، بزاف ديال البرامج ديال الذكاء الاصطناعي. دونك راه غير اللي ما بغاش يعرف المعلومة. الوغ حاجة اخرى
اللي فريمون كنت كنديرها من الأخطاء اللي درتهم هو أنني كنت كنحفظ بلا ما نفهم، سورتو في المواد اللي كيعتمدوا على الحفظ كتر، بحال مثلا لي جيان اوسبيتاليي اولا لي مالادي ترانسميسيبل، كانوا فيها بزاف ديال المصطلحات، بزاف ديال المعلومات. دونك كنت كنحاول نعتمد على الحفظ. اي حاجه مثلا تعطاتني في الكور كنحفظها كيف ما هي. الوغ هادي من الحوايج اللي فريمون ما ديروهمش. ماشي كنقول لكم ما تحفظوش، وانما الفهامه كتر من الحفاظه. علاش؟ الا كنتي فاهم واحد الكور اولا فاهم واحد النقطه، غتقدر تعبر عليها باي طريقه. واخا تكون عندك غير واحد الفرونسي اللي بازيك، غادي غادي تحاول تقاد جملة ديالك اللي يعني عندها نفس المعنى ديال هذيك الجملة اللي عطاكم البروف في القسم اولا في الكور. العكس الا كنتي حافظ وما فهمش، فاين فوا غادي تلف لك شي كلمه في ديك الجمله اولا غير ديك الكلمه الاولى باش كتبدا الجمله، الا تنسات لك دونك راه مشات لك الجمله كامله كتنسى. دونك هذه نصيحه ليكم، فريمون فهموا مزيان واعتمدوا على الفهم قبل الامتحان. يعني الكور تحاولوا تفهموه، ففاش غتجيو تحفظوا غادي يجيكم داكشي ساهل. النقط اللي فريمون كتحتاج للحفاظه غادي تحفظوهم. النقط اللي كتحتاج للفهامه والحفاظه ديروهم بجوج. ولكن لا قدر الله نسيتو شي معلومه كتلقاو على الاقل انه عندكم الفهامه اللي فاهمين. سابع خطأ كنت كنديرو اولا درتو في الايام الاولى ديالي في المعهد، هي ما كنتش كنبحث، ما كنتش كنراجع الدروس ديالي. الوغ كنت كناخد الوقت ديالي كامل في انني نبقى نتفلا، نهز التليفون، ندخل من هنا هضر مع هنا. المهم كنت كناخد الوقت ديالي كامل. سورتو فاش غادي تبداو القرايه، واخا هاد العام بانوا ليا شويه معطلين عليكم. في داك الوقت حنا اللي كنا بدينا في اخر سيمانه في شهر جوج. دونك منين بدينا كانت عندنا تقريبا جوج ديال الحصص في النهار، تقريبا 4 ديال الحصص في السيمانه. كنا مثلا كنقراو الاربع والجمعه، اولا كنقراو الثلاث والخميس، اولا كنقراو مثلا حصه نهار الثلاث وحصه نهار الاربع وجوج الحصص نهار الخميس. دونك كان عندنا واحد الوقت اللي خاوي. دونك ما كناش، يعني نهضر على راسي انا، ما كنتش مهتمه بزاف، ما كنتش راده البال. أه فاش جا الوقت اللي تضغطنا بالقرايه، يعني ولاو عندنا بزاف ديال لي موديول كنقراوهم في نفس الوقت، الوغ تمايا لقيت راسي انني فريمون ضيعت الوقت. حاولت نستدرك يعني الوقت اللي فاتني، نحاول نحفظ، نحاول نراجع، والحمد لله راه توفقت في انني ناخد لي كور ديالي. أه حاجة أخرى اللي فريمون كنت في الأول ديالي فاش يلاه تقبلت في المعهد وبديت كنقرا. دونك ملي كنا كندخلو عند شي بروف اولا مهم في الإدارة، دونك ملي كنا كنعرفو على راسنا كنبقاو نسمعو مثلا راه هاديك البيرسون راه ديجا كانت خدامة اوكسيليير، راه هذاك الشخص راه ديجا كان خدام مثلا في انفيرمي في كلينيك بريفي، هاديك السيده راه ديجا كانت كتقرا في لي سبيت. ملي كنا كندخلو تنشوفوهم فريمون كيشاركوا في القسم. اي حاجه كتقال سيرتو في داكشي لي تكنيك، داكشي ديال مثلا كيفاش غادي نعبرو الطونسيون، كيفاش غادي نديرو شي جيست ديال لي جيان اولا الجيست ديال السوان البونسمون اولا شي حويجات بحال. دونك فريمون كنت كنقول مع راساتي واش انا غادي نكون قادره على انني ننجح، على انني نلقى بلاصه ديالي مستقبلا في الخدمه مع ناس اللي فريمون عندهم واحد لاباز ديجا قاريين هاد الشيء، ديجا خدامين في هاد الشيء في هاد الدومين هذا. ولكن الحمد لله انه فريمون خديت واحد الدعم من العائله، الدعم من البنات صحاباتي باش نكمل في الدومين. والحمد لله اللي كملت في الدومين، حيتاش فريمون ما ندماش حتى كيف ما كيقولوا تضرة على انني اختاريت هاد الدومين، حيتاش حتى حياتي تبدلات. كنت خدامه تنعرف غير الخدمه الدار، الخدمه الدار، الدار الخدمه. العقل ديالي كان مبرمج على واحد النظام، كنت معصبه. اون فوا كنبدا الخدمه راه عندي ضغط، خاصني غير نسالي نكون قضيت داكشي اللي عليا. الوغ فريمون كنت في واحد حتى لي كومبيتونس ديالي انا
كانوا محدودين، حتى باش مثلًا نديفلوبي العقل ديالي أولا يعني نطوّر من نفسي، لقيت راسي بالعكس، وإنما جاني واحد الخمول في المخ ديالي، ما قادراش نقرا، ما قادراش ناخد معلومات، كنقول من الأحسن نخرج دابا من المعهد حيتاش يقدروا يعيطوا على بنت أخرى من لا ليست d'attente. مي الحمد لله أنني كملت في المعهد وخديت الدبلوم ديالي. دونك هادو كانوا أهم الأخطاء اللي كنت كندير في أيام الدراسة في الأيام الأولى خصوصا، حيتاش الحمد لله من بعد حاولت نستدرك الموقف، والحمد لله بتوفيق من الله وبالجهد اللي كيدير الانسان الحمد لله انني قدرت نفاليدي كاع لي موديول ديالي. الحمد لله ما كنتش كندوز الغاتراباج، وحتى في الناسيونال اللي دوزنا في الاخر ديال العام الحمد لله ما رجعتش ليا حتى شي موديول، كلشي دوزته ولله الحمد، كلشي داز ليا في النورمال، خديت لا نوت ديالي والحمد لله كانت واحد لا نوت اللي محترمه. الوغ لحد هنا غادي نقول لكم شكرا حيت تفرجتوا في هذا الفيديو. الا عندكم اي تساؤل حطوهم ليا في لي كومونتير، وما تنساوش تشتركوا في القناه، تكتبوا لي لي كومونتير. انا كنحاول نتقاسم معكم اي حاجه انا ديجا عشتها في معهد اي اف بي اس اولا في الدومين ديال الصحه عامه. مستقبلا ان شاء الله مازال غادي نهضر على لي ستاج، غنهضر على لي موديول اللي قرينا، الماتيريال اللي غادي تخدموا به. دونك كنتمنى ان شاء الله نقدر نفيدكم، ودعوا معايا حتى انا بالتوفيق ان شاء الله في داكشي اللي كنطمح ليه، والله يوفقنا ويوفقكم ان شاء الله كاملين للخير.